السلام عليكم، وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة سريعة قوي، طعمها تحفة ومش مكلفة خالص خالص، وهي طاجن بطاطس باللحمة في الفرن. سهلة جدا وخفيفة وطعمها مفيش أجمل من كده. تمام. وطبعا البطاطس ممكن تغيريها بأي نوع خضار انت حباه. يلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه معايا. عشان انا بص قطعت البطاطس اهي حلقات عريضة شوية، وهسلقها من غير ولا ملح ولا اي حاجة خالص، هسلقها سلق كامل. تمام. ومعايا طاستين هنا فيهم زيت. هعمل في واحدة العصاج. نزلت البصل اهي والملح. تمام اوي. وهنا هننزل فصين التوم عشان هعمل الصلصة. مش هعمل الصلصة بالبصل عشان تبقى خفيفة وحلوة. عايزة تعملها بالبصل برضو اللي يريحك. جميل جدا. انا كنت مخزنه طبعا من الصلصه. بتنفع بقى في المواقف اللي زي دي. قطعت حته اهي ونزلتها. ما عندكيش هيبقى كيس صلصه يتدوب في باكو في كوبايه ميه وينزل. ما عندكيش هتبقى طماطمتين مضروبين في الخلاط ويتصفوا. يعني حاجه بسيطه، الصلصه معانا مش كتيره، حاجه كده بسيطه. تمام. البصله دبلت معايا. هنزل عليها باللحمه المفرومه. حلو جدا. هعصج اللحمة بقى عادي خالص اهو. والصلصة عندي شغالة. والبطاطس عندي بتستوي. نزلت الملح الأول مع البصل. هنزل فلفل أسمر وحبة من السبع بهارات. عايزة تزودي أي تابل تاني براحتك. الدنيا شغالة اهي في كل حتة. وزي الفل. أكلة مش هتاخد منك ثواني. وزي ما قلنا، البطاطس ممكن تتغير بأي نوع تاني. العصاج قبل ما اطفي على طول هنزل عليه قرن فلفل. هنا البطاطس عندي استوت خالص خالص خالص. زي الفل. يعني امسك كده البطاطسايه الاقيها اتكسرت معايا. والصلصه عندي تمام. والعصاج عندي تمام. ويلا بينا نحط على بعض في الطاجن. انا عندي طاجن بايركس او صينيه عادي اللي يريحك. هحط معلقتين صلصه بس كده في الارضيه. وهوزع البطاطس بتاعتي راق واحد. انا عملت الاكله دي قبل كده بالكوسه، كانت في منتهى الجمال. قسما بالله تحفه. بس الكوسه عملت ايه؟ قطعتها بالطول. وشوحتها على النار تشويحه لحد ما تاخد لون من الجنبين. وكل تشويحه برش عليها رشه ملح وفلفل اسمر. وبعد كده حطيتها بس عملتها رقين. زي كده مثلا البشاميل، يعني رق كوسه واللحمه وبعد كده الرق التاني. كانت روعه. عايزه اقول لكم روعه روعه روعه. المره دي انا غيرت اهو. وان شاء الله لما اعملها بالكوسه في مره تانية هصورها معاكم. انا لما عملتها قبل كده كنت بقى متكعبله ومش فايقه فما سجلتهاش. رصيت البطاطس. وحطيت العصاجه وزي ما انتم شايفين هو رق واحد، مش مستاهل انك تعملي البطاطس من رقين. حلوه جدا. هوزع بقى الصلصه كلها اهي على الوش. اكله مش هتاخد معاكي 10 دقايق. في منتهى الجمال. تاكليها بعيش ومخلل. تاكليها برز بشعرية زي ما عملنا كده. جميلة جميلة جميلة. هنوزع بقى الموتزاريلا بتاعتنا. وتخش الفرن زي كده المكرونة البشاميل فوق وتحت شغالين مع بعض. وهتطلع معاكي بالشكل ده. ريحة وطعم رائع. بجد أكلة سريعة جدا وتحفة جدا. أكلة مصايف بقى. أكلة مستعجلة. بصي في منت كده هتخلص معاكي. بصوا الفيديو أصلا كله على بعضه 6 دقايق. بجد بجد وما شاء الله. بصوا الطاجن كبير وتملى معاكي. طبعا انت المفروض بتسيبيها تبرد شوية وتقطعيها. انا ما صبرتش. انتوا عارفيننا بقى احنا بنحب ناكل الاكل سخن. هقطعها معاكم اهو. وبتطلعي الخلطة بقى زي ما قلنا مع عيش. مع رز.
جميلة جدا جدا جدا. اتبقى عندي خرطتين 3 بقوا الولاد ياكلوها كده حاف، وبينزل منها شوية صوص بسيط، لو في رز يعني بيبقى شغال معاها. جميلة جدا بجد، أكلة حلوة قوي 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 قوي. ولو عايزة تغيري زي ما قلنا البطاطس، تغيريها بأي نوع تاني انت حباه. بس البطاطساية حلوة مش مهرية، طعمها تحفة. جربيها هتعجبكم جدا جدا، أكلة الإنقاذ. أشوفكم على خير، مع السلامة.